السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اموركم كامله ان شاء الله تكون مزيانه. صراحه توحشتكم بزاف، توحشت القناه، توحشت انني نبارطاجي معكم فيديوهات. طالت الغيبه ديالي بزاف صراحه، ولكن ان شاء الله انا راجعه معكم. صراحه توحشتكم والله العظيم، توحشت نشارك معكم الوصفات ديالي. كنشكر دائما الناس اللي كيبقاو يسولوا فيا، شكرا لكم بزاف، واللي كانوا كيتواصلوا معايا شكرا لكم بزاف بزاف. صراحة بالحب ديالكم والتشجيع هو اللي كيخليني انني نتقوى، وانني ان شاء الله نبقى نشارك معكم فيديوهات اللي هي جديدة. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد جوج ديال الكيكات ديال المول العجيب. صراحة تيجيو زوينين واقتصاديين، بجوج ديال المذاقات اللي هي مختلفة، وحده بالشوكولا والمذاق الاخر بالليمون وخيزو اولا الجزر كيف ما كنقولوا. خليكم معايا ندوزو المقادير. اول حاجه غادي نبداو الكيكات ديال البرتقال. هنا فقط غنوريكم، بغيت نوريكم هذيك الاله صراحه زوينه بزاف، واخا ما وريتكمش لي ديتاي ديالها. الا بغيتوني نهضر لكم عليها خليوها لي في كومونتير ونوريها لكم. زوينه بزاف هذه. يعني ها نتوما كيما شفتوا خديت جوج البرتقالات، غسلتهم مزيان، قطعتهم مرصويات صغار، وغادي نطحنهم فيها كتخرج لكم يعني الكونسونطري ديال اي حاجه، سواء تفاح اولا ليمون اولا الحامض. صراحه زوينه زوينه بزاف، وكتجي النكهه عاطيه بزاف. هنا خديت واحد المول، واحد البول عفوا، درت فيه جوج ديال البيضات بحراره المطبخ، درت كاس الا ربع من السكر حبيبات. انا المقادير غنخليهم لكم في صندوق الوصف. ودرت واحد القريصه ديال الملح. غادي نخدم غير بالطراب اليدوي، غادي نخلط مزيان داك البيض حتى كيتغير اللون ديالو. هنا غادي ندير النكهه ديال الفاني، انا عندي هاد السائله، ديروا ساشي ديال الفاني، وغادي نحرك مزيان. هنايا كاس الا ربع من الزيت، خدمت بنفس الكيسان يعني باش بلا ما نبقى نقوي عليا الماعن، بلا ما نقول لكم على الماعن ديال الكوزينه راه ما كيتسالاوش. صافي غنبقى نضيف داك الزيت شويه بشويه، وانا كنحرك حتى كتنسجم ليا، يعني ينسجم ليا داك الخليط. وهنايا غادي نضيف البرتقال. هنا درت جوج ديال البرتقالات. هنا تقريبا راه قياس العنبه كاس ونص درت ديال هاد البرتقال. شوفوا كي كيجينا خاتر وعاقد، وما نقولكمش واحد الريحه ديال البرتقال فيه عاطيه بزاف، وكتجينا في الكيكه باينه بزاف بزاف. صراحه زوينه. اللي ما توفراتش عنده غادي يديرها غير في ديك الهاشوار، ولا الطراب الكهربائي. ديريها بالقشره ديالها، وديروا معاها شي شويش د الماء وطحنوها، اولا عصروا البرتقال. المهم هذه صراحه فكره كتجي عاطيه بزاف المذاق ديال الليمون. هنايا عندي واحد جوج ديال الجزرات اللي حكيتهم، غسلتهم وقشرت لهم القشره ديالهم وحكيتهم في هكاك رقيقه، كنضيفوهم في التالي. وهنا غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا احتاجيت هنايا كاس عامر، من هذاك الكاس راه القياس ديال العنبه، كاس عامر من الدقيق. وكل على حسب يعني النوع ديال الدقيق ديالو، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. المهم انتي كتشوفي عينك ميزانك الخليط كيف ما غتشوفوا معايا في الاخير، بحال ديال الكيكه تماما. صافي ضفتو وغربلتو. وهنا راني ما زدتش الدقيق، يعني راه غير الكاس راه ما خويتوش كامل الا رديتو البال. يعني في المجموع انا درت كاس عامر مزيان من قياس العنبه، وغادي ندير غير خميره واحده من فئه 7 غرام، 7.5 اولا 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. صافي وكنحرك وكنشوفوا الخليط ديالنا كيفاش داير. هو اصلا كيكون شي شويه ثقيل لان ديجا كنديروا داك الخيزو. وهنا في الاخر درت الخل، وراه كنخليه واحد شي شويه. داك الخيزو راه كيطلق ديك العصاره ديالو. وكيف ما قلت لكم انا دائما الكيك كنضيف له في الاخير الخل، كيعطينا واحد الهشاشه للكيك، و تيساعدها بزاف باش كيجينا القوام ديالها زوين. هنا خديت داك المول اللي عندي، راه ما كبيرش بزاف صراحه، ما عبرتش القياس ديالو. أه وهذا، ودهنته بالزبده وغبرته بالدقيق. صافي وغادي نضيف له الخليط. كيف ما قلت لكم راه ملي كنخليو الخليط واحد شي شويه راه داك الخيزو كيطلق داك الماء ديالو، وغادي تلاحظوا بالخليط كتلاحظوا بانه خفاف واحد شويه. صافي وغادي ندخلها كطيب في الفرن على درجه حراره 180 درجه. من الاسفل انا طيبتها عندي فران ديال الضو، ولكن طيبتها في الفرن ديال الغاز بحال كيما كنطيبوا اي كيكه عاديه، لان داك الفران ديال الضو شي شويه بارد، ماشي بحال اللي كان عندي. المهم انا كيعجبني نطيب في ديال الغاز، تعجبني الطياب ديالو. هنا راه غير ما بايناش مع الاضاءه، كتبان من الفوق بحال ما محمراش، راه محمره، راه غير الضوء اللي كيبينها هكا صفيفره، ما محمراش مزيان. صافي وكتجيني على هذا الشكل.
كنحيدها نديموليها وكنخليها حتى كتبرد. غادي ندوز باش نحضر معكم الكيك الثاني ديال الشوكولا والفاني. هنايا غادي ندير 3 ديال البيضات. في الاول درت غير جوج، هنا درت 3. علاش؟ لان الاولى بغيتها تجيني رقيقه شويه، وهذه بغيتها تجيني شي شويه طالعه. صافي هنا كيف ما شفتوا ضفت كاس الا ربع من السكر حبيبات، قريصه ديال الملح، ودرت واحد الساشي ديال الفانيلا. وكيف العاده يعني كيف الاول غادي نبقى نحرك مزيان مزيان داك البيض حتى كيتغير اللون ديالو. ومن موراها غادي نزيد الزيت. هنايا كاس من قياس العنبه ديال الزيت النباتيه، وغادي نبقى نحرك مزيان حتى كتنسجم لي. وغادي نضيف ياغورت بالنكهه ديال الفانيلا، ممكن تضيفوا الحليب او لا اي نكهه بغيتو. صافي وغادي نحرك. غادي ندوزو باش نضيفو الدقيق. هنايا درت الكاس الاول من الدقيق كنغربلو، ومازال غادي نضيف واحد نصف كاس اخر. يعني هنايا خدات ليا كاس ونص من الدقيق. انا كنبقى نضيف دقيق وكنشوف عيني ميزاني كيف ما قلت لكم، حتى كنحصلوا على الخليط ديالنا اللي يعني القوام ديال الكيك ديالنا. هنايا نصف كاس الاخر. هنا راه عندي كاس عامر، راه ما درتوش كامل، يعني انا كفاتني في هذه كاس ونص من الدقيق لا غير. غادي نضيف هنا جوج ديال الساشيات. في الاول ضفت غير ساشيه وحده ديال ديال الخميره د الحلويات، ما بغيتهاش تجيني طالعه بزاف كيف ما قلت لكم. وهنا ضفت جوج ديال الخميره ديال الحلوه. وضفت في الاخير كيف العاده واحد المعلقه صغيره تقريبا من الخل، ديما كنضيفو انا في الكيك ديالي. صافي هنا هذا هو القوام ديال الكيك. غادي نقسم الخليط على جوج. كيف ما قلت لكم هذه غادي نديرها بالشوكولا والفاني، يعني ما غاديش نديرها كامله شوكولا. هذيك اللي عندي غادي نخلطو بهذا الكاكاو المور. غادي ندير واحد المعلقه كبيره عامره من الكاكاو. وانتم الا عندكم داك ديال الساشيات ديروا واحد الساشيه، راه غير ساشيه وحده غادي تكفي. صافي كنبقاو نخلطوا الخليط ديالنا اللي ضفنا عليه الكاكاو مزيان مزيان حتى كيتخلط. ممكن لو بغيتو ديروها كامله شوكولا ديروها كامله، انا يعني بغيت انني نديرها هكا نص نص. صافي كناخذوا المول ديالنا وكنصبوا فيه الخليط. في هذا الاثناء كنكونوا شاعلين على الفرن ديالنا كيسخن. غادي ناخذ الخليط الاول، غادي نضيف منه واحد شي شويه في الاول، وعاد غادي نبقى نزيد ديال الشوكولا. المهم شويه بشويه باش تجيني يعني ديك الكيكه هكاك رخاميه وكيجي الشكل ديالها زويون. صافي من بعد منين غادي نسالي الخليط ديالي كامل كندخلوها كيف العاده للفرن. كطيب على درجه حراره الا كان كهربائي 180 درجه من الاسفل حتى كنشوفوها طلعات وطابت لينا. كنشعلو عليها كتحمر. كان غازي عادي كنطيبوها من الفوق، كنقصولها بحال كيما كنطيبوا الكيك حتى كطيب لينا وكنتاكدوا من انها طابت، وكنهبطوها لتحت كتحمر. وصافي كتكون واجده معنا. هنايا غير غادي كناخذ هكا واحد القطيب ديال الشوا، كنبقى ندور هكاك عشوائي باش كيجينا داك الشكل ديالها مزخرف هكا وكتجينا رخاميه زوينه. صافي دخلتها طابت دغيا تتوجد معنا. ومن بعد ملي كتوجد كتجي على هذا الشكل هذا، كتجينا زوينه وكتجي طالعه شويه على الاخرى. صافي غادي نديمو ليها وغادي نخليها تبرد، ومن بعد ندوزو نحضروا الكريمات. هنا غادي ندوز باش نحضر الكريمه ديال البرتقال. هنايا احتاجيت واحد جوج ديال البرتقالات اللي عصرتهم. عندي هنايا كاس كبير من البرتقال. درته في واحد الكاسرونه. هذاك الكاس فيه تقريبا 100 و 200 ملي، 200 ملي من البرتقال. صافي وضفت هنايا واحد الفلون عادي ديال الفاني. وغادي نضيف واحد الملعقه من نشا كبيره، وغادي نضيف واحد جوج اولا 3 ديال المعالق ديال السكر. كيبقى على حسب البرتقال ديالنا واش يعني حلو اولا حامض. انا عندي هذا شي شويش حامض. صافي وكنردها على النار اللي كتكون متوسطه مع التحريك. ما كنحبسش حتى كنشوفوا الخليط ديالنا تيعقد لنا على هذا الشكل. صافي تيكون واجد. كناخذوا الكيكه ديالنا كنوضعوا داك الكريمه في الوسط. صافي وغادي نخليها كتبرد على جنب، وغادي ندوز باش غادي نحضر الكيكه الثانيه. فبالنسبه للكيكه الثانيه غادي ندير انا الكاناش ديال الشوكولا. غادي نحتاج هنايا
عندي الشكلاط الاسود، عندي داك 50% من 50% واقيلا فيه من هذا، من الكاكاو. هذا عندي الشوكولا نوار، وهنايا عندي الكريمه غادي ناخذ منها 100 غرام. هنا غادي ندير انا الكريمه، غندير 100 غرام من الكريمه السائله و100 غرام الشوكولا. الا ما عندكمش الكريمه غادي ديروا الحليب، غادي ديروا مثلا 100 غرام ديال الشوكولا، غادي ديروا غير 50 غرام ديال الحليب. صافي كتسخنوا داك الحليب. انا غادي نسخن الكريمه، كناخذ داك الشكلاط كنقطعوه مزيان وكنسخنوا الكريمه حتى كتسخن لينا مزيان، كنحيدوها من البوطه وصافي كنرميو داك الشكلاط، كنبقاو نحركو 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 صافي حتى كيذوب لينا. ومن الاحسن انكم ديروا شوكولا لنوعيه مزيانه باش كنحصلوا على واحد المذاق اللي هو زوين. صافي غادي نبقى نحرك مزيان مزيان حتى كيذوب ليا داك الشوكولا، حتى نحصلوا على هذا الكاناش كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. صافي وغادي نزيدو في الوجه ديال الكيكه ديالي، وصافي غادي نردهم للثلاجه كنخليهم حتى يبردوا. انا في الاول يعني فاش كنت كنصاوبهم كان عندي يعني البلان او لا يعني الفكره اللي كانت عندي هو انني غادي نزينهم بالكريمه، كريمه سائله. ولكن في الاخير ملي مشيت كنقلب يعني صاوبتهم وكنت عاد غادي نمشي نشري الكريمه ما لقيتهاش. يعني كلشي كان ساد، كان عندهم هنايا العيد ديال راس السنه وكانوا سادين يعني سدوا بكري، فما لقيتش نهائيا فين غنشري الكريمه. كانت بقى لي غير واحد شي شويه من هذيك اللي درت بها الكاناج، درت 100 فيها 200، درت 100 بقات لي 100. صافي فتغير يعني ديك الفكره اللي كانت عندي تغيرات. شنو درت؟ خديت داك 50 مللي اللي بقات لي من الكريمه وضفت عليها كيف ما شفتوا راه وريتكم داك الجبن. خلطتها ساعه يعني ما جاتنيش عاقده لان الجبن كتر من الكريمه، فجا المذاق ديالها زوون وزينتها غير هكا بشكل عشوائي. المهم غير المهم ماشي هذاك هو التزيين اللي كان في بالي، ورغم ذلك جا المنظر ديالها زوون. وزينتها كيف ما شفتوا لي طرونش ديال البرتقال. وهذه حتى هي كنت باغا انني ندير لها الكريمه، وكان يعني عندي واحد الفكره اللي هي زوينه، ولكن ما كتب ليهمش. فزينتهم فقط، هذه حكيت عليها شي شويه ديال الشوكولا وزينتها بدوك الحبيبات، وفي الاخير جا الشكل ديالهم زوون والمذاق حتى هو جا رائع. نتمنى نتوما يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الاقتراح، هذا يكون الفيديو خفيف الظل على قلبكم. فوزينتهم كيف ما شفتوا بدوك اللعيبات ديال لي كادو كيتشراو عند مستلزمات الحلويات. صافي وكنقدموهم بصحه وراحه. غادي نقطعهم معكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. هذه ديال البرتقال والجزر كتجي رائعه صراحه في المذاق، كيجي المذاق ديالها منعش وكتجينا صراحه خفيفه وزوينه. فصراحه كتجي زوينه لعشاق البرتقال. وغادي نوريكم ديال الشوكولا حتى هي كيفاش كتجينا زوينه في المذاق ديالها وكتجينا خفيفه في المذاق وفي الشكل. كلشي صراحه عجبوني انايا شخصيا، نتمنى نتوما الى الاعجاب ديالكم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم زوينين والتشجيعات ديالكم باش ان شاء الله كنزيد انني نعطيكم ونشارك معكم هكا شي فيديوهات. وخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.